طيب ازيكم كيفن في فيديو جديد. في الفيديو دوت عندنا اجمد 5 ريسات في بلوكس فروت، قصدي 6 معلش. ماشي، ففي الفيديو دوت هقول لكم افضل 6 ريسات في لعبة بلوكس فروت، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك، بس دوت رأيي شخصي فما تزعلوش يعني. وقبل ما نبدأ انا فتحت فاكهة، يلا نشوف مع بعض. تقدر سموك، يلا عادي يعني مش هتفرق قوي. ماشي، ندخل بقى في المقطع على طول عشان ما اطولش عليكم. ماشي، ففي الفيديو دوت هقول لكم افضل 6 ريسات زي ما قلت لكم في الاول. وعندنا في المركز الاخير وهو المركز السادس، وهو اسوأ ريس ما بين الريسات الستة كلها اللي في اللعبة، وهو ريس الشارك. ريس الشارك ليه انا بقول عليه اسوأ ريس؟ لانه اولا هو مش مفيد قوي زي بقيه الريسات، وبالذات في البي في بي. يعني هو مفيد كبحر وكده، بس في حاجه بتخليه اسوأ. يعني هو لو هو الحاجه الوحيده اللي بتخليك تعوم في الميه، فطبعا هيبقى ريس اسطوري ماشي. لكن في حاجه تانية بتزود لك دم كتير قوي وبتخليك تعوم في الميه، فهو ملوش لازمه بالنسبه لها، واللي هي الاكسسوري بتاع الليفايسن. فاكسسوري الليفايسن بيغطي على ريس القرش، فانت مش لازم يعني طبعا معاك اكسسوري الليفايسن ماشي. ولو انت بتشوف الفيديو وقت ما نزل، فالماموس في الشوب بروح الحقها ماشي، فما اعرفش لو انت عايز ماموس يعني ماشي، حاجه ملهاش لازمه ماشي. هنكمل يعني المقطع واقول لكم بس كده. في المركز الخامس عندنا، في المركز الخامس هو ريس انا بالنسبه لي حلو، بس الناس ما بتحبوش قوي. هو مش قوي يعني، هو الصراحه انا بحبه بس هو مش قوي يعني، واللي هو ريس المينك. وريس المينك يعني ريس اسطوري، ولو انت عارفه يعني هو ريس رانر جدا بس حلو، انا بحبه يعني. لو انت معاك ريس مينك انت بتجري كده ومحدش بيجيبك خالص. ريس المينك كان افضل 5 ريسات ماشي. فعندنا في المركز الرابع ريس اللي انتوا هتزعلوا مني يعني عشان انا احطه في المركز دوت، بس مش انا ما بحبوش عشان انا مش شايفه قوي لدرجة الناس بتطبله بطريقة مش معقولة. الناس بتحبه قوي. لو انت شايفه افضل ريس في اللعبة بجد زي ما الناس كلها بتقول، حط اكتب في التعليقات ان انت من محبين الريس دوت. وهو ريس الانجل. ريس الانجل هو ريس مميز فعلا، هو بيخليك تزود دمك وكده، بس يعني مش زي بقيه الريسات. هو كده ما اعرفش، انا ما بحبش، بكره بمستعملين الانجل. يمكن دوت سبب كمان، بس انا ما بحبوش يعني ماشي. سوري، ده غير ان هو مش قوي زي بقيه الريسات، انا شايفها احسن منه ماشي. اكتب لي لو هو في ميزه انا ما اعرفهاش. انا كل اللي انا اعرفه ان هو بيهيل وبيثبت، انا مش جايبه اساسا، بس انا اعرف يعني جربته في حساب حد تاني اعرفه ماشي. بس الريس مش ما عجبنيش قوي ماشي. لو انت عندك يعني قول لي مميزاته، وانا اعرف ان هو بيهيل وبيثبت ماشي، وبس دوت اللي انا اعرفه عنه. ما شفتش حاجه تانية ليه. لو هو ليه ميزات تانية قول لي. عندنا في المركز اللي جاي وهو المركز التالت، واحنا كده وصلنا للتوب 3 ماشي. فعندنا ريس، ومعلش هو من الريست لو 7 بس انا يعني كنت عدد غلط ماشي، بس هنكمل يعني. في المركز التالت عندنا ريس الهيومن، وريس الهيومن هو الريس الرقم 4 ماشي. فيعني هو اسطوري جدا، دمجه عالي جدا، دمجه يعني بص هو ممكن يقتلك بضربتين. يعني انت لو معاك ريس قرش ولابس اللي هو درع الليفايسن، هتموت ب3 ضربات بالكتير قوي. يعني هو ريس طالما وصل لل200 ولا 150 ايا كان هو بيوصل لعدد لكام، بس هو ريس دمجه عالي جدا ماشي. فهثبت لكم يعني الدمج بتاعه. يعني بص انت اكيد جربته ماشي، او حد جربه عليك. عامة ما اعرفش انا مت في اللقطه دي ازاي، بس هنتقم من العيال دلوقتي اللي شايفين الاثنين دول، هموتهم. هما تيجي مرز عليا بس ما علينا، انا هموتهم دلوقتي ماشي. بس خلينا نكمل الفيديو. عندنا في المركز هو بص التاني ماشي. في المركز التاني عندنا ريس الغول. وريس الغول انا بحبه جدا 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 جدا، وبالنسبه لي هو تاني افضل ريس بالنسبه لي انا، بس للاسف هو مش اقوى من الريس اللي في المركز التاني وفي اللي في المركز قصدي اللي في المركز الاول والمركز الصفر، عشان في ريس من كتر ما هو قوي انا هحطه في المركز الصفر ماشي. فريس الغول في المركز التاني. وعندنا في المركز الاول افضل ريس في اللعبه كلها ريس السايبورج ماشي، ما حدش يناقشني. هو مش افضل ريس في اللعبه بس هو المركز الاول يعني ماشي. فما حدش يناقشني في موضوع ريس السايبورج دوت، عشان ريس السايبورج اوفر باور يا جدعان. ريس السايبورج
ما يعني قوي جدا قوي جدا، اوفر يعني مش ضعيف خالص. يعني هو الريس بيديك دامج وباف. بص، هو ريس الغول لو انت هتقارنه بريس سايبورج، ريس الغول عنده مميزات كتير، وان هو يعني مثلا بيهيلك سريع قوي في كل حاجه. ريس الغول مكتمل ماشي بالنسبه لبقيه الريسات، بس الباف بتاعه مش زي بقيه الريسات. يعني دمجه مش زي الهيومن، هيلو مش زي الانجل، دفاعه ايا كان الحاجات اللي هو بيتميز بيها مش زي بقيه الريسات. بس هو برضو بيفضل قوي عشان بيزود لك من كل حاجه حاجه. لكن ريس السايبورج انا هحطه اعلى من الغول لسبب واحد بس، ان انت لو قدامك 2 تيومر ولا 3 هتمسكهم هتعملهم جلاش باللحمه مفرومه حرفيا يا جدعان. الدمج بتاعه بيدمجك وانت ميت. يعني انت لو مت بيدمجك وانت ميت، انت متخيل؟ وانت عندك بي فيعني هو ريس السايبورج اوفر باور برضو. والاتنين يعني بص هما ممكن يتحطوا في مركز واحد عشان هما الاتنين جامدين اوي. عندنا بقى في المركز الصفر اقوى ريس في اللعبة كلها، ريس الدراكو. ريس الدراكو دوت من كتر ما هو قوي، يعني انت حرفيا دمجه اللي 5 كليكات تقريبا، 5 كليكات. لو عطيت واحد 5 كليكات بيتي ولا بونا، انت مسكته هتعمله جلاش محشي ايه بقى ده انت هتفش يا جدعان حرفيا قوي 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 بزياده، قوي اوفر باور. ريس الدراكو انا هوريه لكم دلوقتي في الفيديو. انت لو اتحولت ومسكت واحد بيه، انت هتمسكه تعمله جلاش محشي، انت هتعمله اي حاجه في الدنيا. انت بص، انت لو عايز بص، انا قتلت واحد فيهم بس ماشي. فريس الدراكو ميزاته اسطوريه جدا. دامج مفيش، يعني هو دامجه زي اعلى من، ممكن يكون من قريب من الهيومن، ده غير انه بيدي باف لاصحابك. يعني انت لو انت تيمر دوت احسن ريس ليك، انت بيدي باف لاصحابك وباف ليك انت قوي جدا. ولو حد قتلك هو اللي هيموت، يعني انت يعمل عليك كومبو وان شوت هو اللي يموت لو انت مدمجه. يعني انت لو دمجته 3 4000 عمل عليك كومبو وان شوت، انت هو اللي هيموت، انت مش هيحصل لك اي حاجه، انت هتهيل بالعكس عشان هو مات ماشي. فارس الدراكو اوفر باور ماشي. فما تنساش تحط لايك واشتراك، ويعني هتكلم معاكم في فايتات بقى عشان ايه. الواد اللي انا لسه قاتله دوت من شويه كان جايب معاه صاحبه، كانوا متيمين عليا بس انا قتلتهم يعني الحمد لله. و سلام.